إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالاتساع بأسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، حل شهر ربيع الأول، وهو ربيع الإنسانية جمعاء، وهو ربيع ولد فيه النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ربيع هاجر فيه سيد ولد آدم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهو ربيع انتقل فيه النبي الهادي والرشيد المسدد من عالم الفناء إلى عالم البقاء. فهذا الربيع لا ينساه التاريخ أبد الدهر. هذا الربيع يكون باقيا خالدا مخلدا إلى ما شاء الله عز وجل أن يبقي، ذلك لأنه ينتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمع اسمه في الأنفس، ودوى صوته في الآفاق، وارتجت بها الأنفس والآفاق والحدود والثغور. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أثنى عليه السابقون واللاحقون. فهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، كان العالم الإنساني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبات عميق وفي ظلام سحيق، وإن قوى الشر والباطل قد استولت في هذا العالم، وجنود الشيطان قد سيطرت على القوى الحق، وإن الدين المبين أصبح كالمصابيح التي انطفأت. لكن الله عز وجل رأى هذه الأحوال والأوضاع المتفهرة فكرهها ومقتها، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الجاهلية. فجاشت رحمة الله عز وجل لإنقاذ الإنسانية من الهلاك والدمار، فبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد زمن طويل. جاء هذا النبي والرسول وكان سببا لهداية الناس، وكان هاديا للضالين، وكان دواء للمدرفين، وكان شفاء للمرضى والمصابين،
وكان رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن أول ما أتحف به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإنسانية جمعاء هو عقيدة التوحيد الصافية النقية. هذه العقيدة هي عقيدة ثائرة، هي عقيدة معجزة. هذه العقيدة هي عقيدة مدمرة للأوضاع. هذه العقيدة هي عقيدة مقلبة للأصنام الكاذبة. هذه العقيدة لما جاءت فإنها علمت الإنسانية كيف تسأل الله عز وجل وكيف تطلب منه العون والنجدة والاستغاثة. هذه العقيدة إنها أرجعت وأعادت الإنسان التائه المتسكع في متاهات الضلال، أرجعت أو أعادت إلى الهداية والرشد. هذه العقيدة لما جاءت فأصبح الإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل ويقترح على عظمة الله عز وجل، وإنه يدعوه دعاء مخلصا لدينه. ذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي العقيدة، هي التي تجلت وظهرت في هذه الدنيا في المجاهدين الأبطال. فبسبب ذلك إنهم ما زالوا ولا يزالون، إنهم قد استقاموا كالجبال الراسيات في سبيل الحق. ولعلكم عرفتم أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إنه قد أعلن وإنه قد التمس من خطباء الجوامع والمساجد أن يهتموا بالدعاء في هذا اليوم المبارك، وأن يخصصوا خطبهم لدعاء أهل غزة وأهل فلسطين. ذلك لأن هناك جماهير العلماء الذين يبلغ عددهم إلى 150 قد اجتمعوا في تركيا حاضنة الإسلام والمسلمين، وإنهم من 50 دولة، وإنهم لا يزالون يتشاورون حول إنقاذ هذا الشعب المظلوم المقهور من هذه البربرية والوحشية. وإنهم قد أصدروا القرارات وقد وافقوا على بيانات، وهذه البيانات كلها موجودة على الشبكات العنكبوتية. أيها الإخوة المؤمنون، فلا بد من الدعاء لهؤلاء المجاهدين الأبطال، لأن الدعاء هو الذي يستطيع أن ينقذ هؤلاء الإخوة المظلومين وينقذنا كذلك من جميع الأحوال المشؤومة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما حسبه أمر فإنه التجأ إلى الدعاء: ولعلنا نرزق ولعلنا ننصر ولعلنا نعان من الله عز وجل بسبب هؤلاء المظلومين المستهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فندعو الله عز وجل لهؤلاء الناس أو لهؤلاء المجاهدين الأبطال، نقول: اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي هذه الأراضي المقدسة، اللهم أيدهم بالملائكة المقربين يا رب العالمين. اللهم يا حازم الأحزاب، اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا منزل الأمطار، اهزم الأعداء وانصر الإخوان المسلمين في كل مكان. وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فالله عز وجل يستحي أن يرد يده صفرا. إن الله حيي كريم، إنه يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.